هلو. كنت عم بكزر على اليوتيوب وطلع معي هالكيك الخطير هذا، كيك الزبادي الفلافي. أول شي بنفصل صفار البيض عن البياض وبنضرب الصفار بالويسك، وبضيف عليه لبن الزبادي وبنضرب. بضيف عليه هون النشا والطحين، وفي أكتر من طريقة شفتها بدون طحين بس هي عجبتني أكتر ونجحت كتير. برش الليمون وبنضرب. على بياض البيض بنزل عصير الليمون وبخفق بالخفاقة، وبضيف عليهم السكر بالتدريج لحتى تخلص عندي كمية السكر ويتكون عندي قوام ثلجي أبيض وما يتحرك من الصحن. هاي النتيجة المطلوبة. بضيف المرنج على خليط صفار البيض واللبن الزبادي بالتدريج، وبحرك بخفة بالسباتشولا. وعلى قالب التشيز كيك المغلف بورق الزبدة بضيف خليط الكيك، بدقه منيح لأطلع منه الهواء، وعلى فرن محمي على 170 بصينية تانية على حمام مائي لمدة ساعة. وهيك خلصت الكيكة عندي، وهذا القوام المطلوب. كانت رائعة. بزين بالسكر البودرة، ويلا لنستمتع بطعم هش ومثل القطن بدوب بالتم ذوبان. وإذا لاحظتوا ما فيها مواد دسمة أبدا. أعطوني رأيكم، جربوها رح تعجبكم، واكتبوا لي هلا بالتعليقات نتيجة كزدورة اليوتيوب جابت نتيجة أو لا. وصحة وهنا على قلوبكم وبس والله.